ليله سقوط نهائي الكاس، زي ما الاهلي اتهزم من البنك الاهلي 4-3، الزمالك برضه اتهزم من الجونه 3-2. الزمالك كان في كارثه، كارثه غير طبيعيه. كل جمهور الزمالك شجع الصفقات وقال لك احنا جبنا صفقات كبيره، وصفقات خلاص هتنافس وهتعمل بوم في الدوري المصري وهتعمل كل حاجه. انا شايف ان الزمالك جاب 8 لعيبه بيلعبوا في نفس المركز، يعني تقريبا 8 لعيبه بيلعبوا مركز 8، لدرجه ان النهارده احمد حمدي بيلعب طرف او جناح شمال، وناصر ماهر بيلعب 8. طب انت هات لي حل، ما كل واحد لو انت بتلعب الثلاثه، حتى عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي وكمان شيكابالا معاهم وحتى اوباما، وحتى اقول لك مين تاني، يعني لو الجزيري نفسه، انت هتحس ان في كل واحد بيمسك كرة عايز يفضل الكرة في رجله اقل حاجه 3 4 5 ثواني، فبعطل اللعب، بيموت رتم المباراه. حتى مصطفى شلبي لما بيلعب، اللعيبه كلها عايزه تمسك كرة وتفضل الكرة في رجليها 3 4 ثواني، ودي مشكله كبيره جدا عند الزمالك. صفقات الزمالك للاسف لما انت جبت، حتى ما جبتش واحد في خط الدفاع يكون قوي جدا يقدر ان هو يساعد الفرقه، وبالذات دفاعيا. انت بتلعب المسلوس اللي هو باك يمين بتلعبه مساك، ودي مشكله كبيره جدا، او سيرد باك، ودي مشكله كبيره جدا. الوحيد اللي ممكن فايق شويه او اتنين فايقين هو احمد فتوح وعمر جابر. غير كده ان انت جددت لشيكابالا، بناء عن ايه بتجدد لشيكابالا؟ ما هو انت اقنعني ان انت بتجدد لشيكابالا ليه؟ شيكابالا انتهى اصلا من 3 4 مواسم، حتى لو هو عمل اسيست النهارده، شيكابالا ما عملش حاجه طول المباريات اللي فاتت، ومش هيعمل ومش هيديك. هو الاسم ان انا بعمل اسيست في مباراه بعد 3 4 5 مباريات، بعمل جون في او بحط جون في مباراه بعد 3 4 مباريات. الزمالك بيعاني فعلا. انت كجمهور انت بتحس ان احنا لما بنتكلم عن الزمالك بتقول ان انتوا بتهاجموا الزمالك، بس ده حقيقه يا جماعه. ما الزمالك فيه مشكله كبيره، انتوا مش حاسين بيها. انتوا بس لما تلاقي الزمالك بيفوز يقول لك ده احسن لعيب، وناصر ماهر هيعمل الفرق، واحمد حمدي هيعمل الفرق. بس اللعيبه دي فعلا لو هم فيهم الخير ما كانش رماهم الطين، لو هم فيهم الخير ما كانش الاهلي سابهم، وما كانش الانديه التانيه سابتهم. الانديه ديت ما قدموش معاها حاجه، يعني الانديه اللي هم لعبوا فيها احمد حمدي وناصر ماهر ما قدموش فيها حاجه. مش عايز احكم عليهم دلوقتي، بس انا بقول لك دي حقيقه. انت محتاج واحد مركز 8 وعبد الله السعيد يلعب قدامه، او واحد 2 6 وعبد الله السعيد يلعب قدامه وخلاص. مش عايز فتح، حتى المدرب بيفتي النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، مش عايز اطول على حضراتكم، والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.